تام بسبب صراعات المنتخبين الأعضاء. ورغم قرب شهر رمضان فإن إعانة التضامن والجمعيات لن توزع حتى تحل السلطات مشكلة الانسداد. قفة رمضان لن توزع هذه السنة في بلدية برج بن عزوز ببسكرة بسبب حالة الانسداد التي يمر بها المجلس المنتخب. صراع المصالح والتموقع حول واحة برج بن عزوز إلى جماد. ما تقدر تقول بلدية في حالة انسداد، والشيء اللي شفتوه في الدخلة تاع برج بن عزوز هذا نظرا لتعنت رئيس البلدية وعدم تشاور مع المجلس ككل. أنا راني حاب نفهم دوكا لحد الآن السلطات ما حبش تدخل كما يقولوا تاخذ امر حازم بالنسبه لرئيس البلديه. نهار اللي نديروا المداولات للمجلس احنا لاننا كنا معارضين رئيس البلديه يدير المداولات وما يحضرناش. احنا كيف ما يحضرناش؟ يديرها بشكل عام ويتصرف فيها كما يحب في المداولات ويبعثها الوصايه. تبادل التهم بين الميري من جهة و13 عضوا من 15 مشكلين للمجلس البلدي أفضى إلى تجميد 3 مداولات لحد الآن. الأسباب متعددة: قائمة البناء الريفي واقتناء كاميرات مراقبة دون استشارة في الصدارة، ليضاف إليها ملف التوظيف وملف تحويل عين الحياة، والمواطن في حيرة. تنمية من عدمة من اللي جاء هذا رئيس البلديه والتنميه من عدمه، والدليل على ذلك احنا واحد مواطن نسكن في الحي الريفي فيه 300 حي ريفي جماعي فيه تقريبا واحد 300 سكن ما فيهاش متر تاع قدرو ولا متر تاع تروطوار، ما فيها حتى واحد. لما تصب المطر ولادنا ما يروحوش يقراو، هو وقاعد يقودر في الطرق اللي تديلو في حدا دارو ويعاود في القدرو في ذا جيرانه القدرو كاين ويزيد يعاود فيه. الميرو يرد بالثقيل ويؤكد أنها اتهامات كيدية باطلة، والدليل بالنسبة للشكاوي نتاعهم بعث السيد الوالي شحال من خطرة اللجنة للتفتيش وما لقينا حتى يعني حتى تجاوزات يعني اللي تأثر على التنمية في البلدية. وحاولنا معاهم عدة مرات باش نديروا الصلح، وحضرنا معنا إمام في المداولة ولكن بدون جدوى. بين معارك الشد والجذب هذه لمسؤولين انتخبهم ذات المواطن بالأمس القريب ليحيلوا يوميات ذاك المواطن إلى كوابيس فينتظر فقط ليلة القدر لعلها تأتي بالجديد. أمام عجز الوصايا لغلق هذا الملف فكل ما يتراءى لك في برج بن عزوز يوحي بأن الأمر يسير من سيء لأسوأ. محليتنا تمت في أمان الله.